السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا، هنعمل بليلة باللبن. هتبقى طعمها تحفة وطعمها حلو وحاجة غير مكلفة، وهتكفي البيت كله بتكاليف ما توصلش لحد 20 جنيه. حاجة ممكن الطبق تجيبيه من بره تقريبا بتاع 10 15 جنيه. احنا هنعمل حاجة مش هتتكلف 20 جنيه وهتأكل البيت كله. الأول هنبدأ كده بالمكونات. احنا مش هنحتاج أي حاجة. هنعمل الأول ايه؟ ده نص كيلو قمح. انا جبته ونقعته تقريبا 5 6 ساعات، وبعد ما نقعته هغسله كويس قوي وهحطه هنا واحطه على النار وهنشوف مع بعض. وبكده يا حبايبي اكون صفيت القمح كويس قوي بعد ما غسلته وشطفته شطفه كويس، واتنقع تقريبا بتاع 5 ساعات او 6 ساعات. بعد كده هنضيف ميه وهنرفعه على البوتاجاز وهنشوف مع بعض. بصوا كده انا كده رفعت البليله كده على النار، وهنسيبها اول ما تغلي هنهدي عليها خالص وهنشوف مع بعض هتغلي قد ايه. مش هتحتاج منك اي سوى على النار، تقريبا حركة نص ساعة هتكون استوت البليلة بطريقة جميلة جدا جدا جدا، وهنشوفها مع بعضينا. الاول دلوقتي حطيناهم على النار، اول ما هيغلوا هنشوف مع بعض. اول ما يبدأ يغلي هنشوف هيغلي قد ايه مع بعضينا. بصوا كده حبايبي، اقسم بالله هو ما غلى على النار الا ربع ساعة او تلت ساعة تقريبا، وطفيت عليه وغطيته وسيبته زي ما هو، سيبته تقريبا بتاع 4 ساعات. بصوا لو خدتوا بالكم على فكرة هو بارد، البخار اللي طالع حاجة بسيطة جدا. هو كده استوى، مش محتاج اي حاجة، بس كل الحكاية ان انا محتاجة ان انا اظبطه بقى. فهدلقه في الحلة كده لو خدتوا بالكم. تمام كده بقى هسيبه لحد ما يقرب يغلي. بعد كده هنشوف هنضيف له اللبن ونضيف له الفانيليا ونضيف له النشا ونضيف له السكر وهنشوف مع بعض، بس الاول يقرب يغلي. وكده حبايبي طبعا انتوا عارفين القمح مستوي الدنيا زي الفل تمام. انا هضيف له كده كيلو لبن، وبراحتكم انتوا عايزين تضيفوا نص كيلو وعايزين تضيفوا كذا، بس هو الصراحة النص كيلو قمح يعني قطع كمية كبيرة، الحلة كبيرة على فكرة، فانا هحط له كيلو لبن. وبكده هكون انا ضفت له كيلو اللبن. كده هنسيبه مع بعض لحد ما يغلي وهنشوف هنعمل ايه، لانه كده كده القمح مستوي فهو مش محتاجه بس ان هو يقرب بس يغلي بس غلوه كده، وهنشوف مع بعض هنكمل ازاي. وكده حبايبي هو قرب يغلي خلاص. لو شايفين البخار ضيفي بقى السكر بقى على حسب الرغبه بتاعتك، على حسب ما انت عايزاه حلو ازاي. ضيفي السكر وقلبي ودوقي. كده بعد ما ضفت السكر وظبطت السكر هضيف 2 ورقة فانيليا. بصوا كده ده نص كوباية مية من الحنفية عادي، وهنضيف عليه كيس نشا. وكده بقى يا حلوين هنضيف النشا اللي احنا قلبناه وهنقلب. هتبدأي تقلبي بقى لحد ما القوام معاكي يظبط. لو واخدين بالكم القوام بدأ يتقل، بدأ يبقى مظبوط كده. لو خدتوا بالكم قوامه تقل، بدأ يتقل اهو. بصوا على حسب رغبتكم برضو، انتوا عايزين تزودوا نشا زودوا، بس هو كده لسه كمان هيتقل كمان وكمان بعد ما يبرد، هو عشان لسه بيغلي. بصوا واخدين بالكم حلو جدا، قوام مظبوط على فكرة، مش خفيف ولا حاجة، وبعد ما يبرد هيتقل. كنت معاكم النهارده واتمنى اكون معاكم كل يوم، وربنا يديم المحبة بينا يا رب، ويبعد عننا وعنكم الشر بإذن الله، ويكفينا شر الحاقدين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.